الزمالك كسب بيراميدز بهدف، هل كده الزمالك هو بطل الدوري؟ لا. هل الدوري ضاع من النادي الاهلي؟ لا. هل الدوري لسه في الملعب؟ يا جماعه خليني اقول لكم، فوز الزمالك النهارده على بيراميدز لا يعني اطلاقا ان هو بطل الدوري. الزمالك قرب بشكل كبير جدا من حسم اللقب، ولكن المنافسه لسه في الملعب. هل مفيش فرقه من الفرق اللي هيقابلها نادي الزمالك هتدي هدايا للاهلي؟ هل العكس هيحصل لنادي الزمالك؟ لسه بنشوف مفاجآت وحاجات بتحصل. الدقايق الاخيره بيكون في حاجات بتتغير، بيكون في مفاجآت بتحصل. الزمالك لسه عنده الماتشات دي، الزمالك لسه هيواجه انبي فريق قوي، لسه هيقابل سيراميكا كليوباترا، يعني لسه في اكتر من ماتش مهم لنادي الزمالك. استثنيت من كلامي ماتش القمه بين الاهلي والزمالك اللي هيكون 1 مايو، لان افتراضا ان الاهلي فاز بماتشاته كلها، الزمالك فاز بالماتشات اللي لحد ماتش القمه، فماتش القمه بنسبه كبيره جدا هو اللي هيحدد مين هو صاحب اللقب. فاكبر غلطه ممكن تحصل دلوقتي اننا نصدر للعيبه النادي الاهلي ان خلاص الدوري راح والزمالك هو بطل الدوري. دي اكبر غلطة ممكن تحصل. انت لازم تحارب لاخر دقيقة، على الاقل تحسن موقفك في الجدول عشان تلعب دوري ابطال افريقيا. فبالتالي الدوري لسه في الملعب لاخر دقيقة، في فرق بتدي هدايا للفريق المنافس. فاحنا مش عارفين الماتشات الجايه، ممكن الاهلي نفسه اللي يتعثر فخلاص الزمالك هو اللي يبقى البطل، ممكن بيراميدز يجي يقول لا اهلي ولا زمالك انا اللي هبقى بطل الدوري. فالكوره في الملعب حتى الدقايق الاخيره.